السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة طالعة اتكلم معاكم من قلبي. طالعة اقولكوا على قرار كنت اخدته. الفيديو ده عكس كل الفيديوهات اللي انا كنت قايلة عليها او كنت بتكلم عليها الفترة اللي فاتت. الفيديو ده مختلف تماما عن اي فيديو نزلته. حتى ما تلاقوش في صوتي طاقة ايجابية ولا تلاقوا اي حاجة حلوة يعني نعملها النهاردة ولا أي حاجة، بالعكس. أنا كنت قررت قرار من فترة. فأنا طالعة أقولكوا القرار ده علشان أنا بجد يعني ايه. أنا واحدة من الناس اللي لما بتكون بتبدأ بحاجة وأنا عارفة إن ده عيب مش ميزة، لما بتبدأ بحاجة عايزة تلاقي نتيجتها فورا. فأنا واحدة من الناس ما عنديش صبر، بس بحاول أتعلم الصبر الأيام دي حرفيا يعني. والقرار اللي أنا أخدته هاكلمكم فيه دلوقتي وهاقول لكم ليه أنا اخترت القرار ده وليه هانفذه وليه هاعمله، وكمان هاقول لكم في الفيديو ده أنا نويت على إيه أو قررت القرار النهائي إيه، وهاقول لكم على القرار اللي أنا كنت أخدته من فترة. القرار اللي أنا كنت أخدته من فترة هو إن أنا قررت أسيب اليوتيوب. طب ليه قررت تسيب اليوتيوب؟ أنا واحدة من الناس بتنزل فيديوز تقريبا كل يوم واحد أو حاجة. يعني مش بلاقي على قد تعبي اللي أنا بعمله في الفيديوهات، مش بلاقي نتيجة، مش بلاقي حاجة. بحس إن أنا بعمل الفيديوهات دي مع إن أنا بحبها وبحب الفيديوهات دي. أصلا قبل ما أبدأ يوتيوب أنا كنت بصور الفلوجات دي وبصور الفيديوهات دي لنفسي وبسيبها عندي على الصور، علشان بحب أتفرج وبحب أعمل الهواية دي، يعني دي تعتبر هوايتي. لكن أنا واحدة من الناس كان ليا هدف لما خشيت اليوتيوب، كان ليا هدف فيه يعني. فأنا ملقتش نتيجة للحاجة اللي أنا بعملها. فقلت من فترة كده قصيرة جدا أنا قررت أسيب اليوتيوب خلاص. كنت أخدت قرار نهائي، حتى تلاقوني كل فترة كده ايه بفضل واقفة ما بنزلش فيديوهات. يعني مش بلاقي حد بيشجعني، فاهمين؟ غير شخص واحد بس هو اللي بيشجعني. فأنا لما أنزل فيديو مدته مثلا 5 دقايق 8 دقايق أقصى حاجة 8 دقايق على قناتي، مش بالاقي نتيجة. بافضل أصوّر وبافضل أمنتج، يعني أنا مثلًا الفيديوهات اللي أنا كنت باصوّرها لنفسي وباسيبها عندي على الصور أخش أتفرّج عليها بعدين بدون منتجة بدون أي تعب. باحط الموبايل قدّامي أصوّر، ما مش لازم أمنتج، مش لازم مثلًا أكتم الصوت ده، مش لازم أقطع الحتّة دي، مش لازم أصوّر الجزء ده، باصوّر الحاجة اللي أنا نفسي فيها. ولكن أنا لمّا قررت أبدأ يوتيوب عارفة إن هو محتاج شغل، محتاج تعب. ولكن أنا كنت بقى لي 5 شهور بانزّل، مش بالاقي نتيجة، مش بالاقي أي حاجة. فأخدت قرار إن أنا قررت أعتزل اليوتيوب، وقررت إن أنا أسيب اليوتيوب وما عُدتش أنزّل عليه. ولكن جيت في فترة قُلت كل حاجة محتاجة صبر، كل حاجة محتاجة تعب، كل حاجة ما فيش حاجة هتيجي من يوم وليلة. مع إن أنا مش بقى لي يوم ولا ليلة ولا حاجة، أنا بقى لي 5 شهور هنا على اليوتيوب. بانزّل فيديو تقريبًا كل يوم، وساعات كنت أنزّل 2 في اليوم، من كتر ما أنا عايزة أو من كتر ما أنا متحمسة الناس تعرفني، الناس تشوف فيديوهاتي، الناس تشجّع بفيديوهات، لإن أنا باحب الفيديوهات دي، دي هواية أنا واخداها كهواية. لكن مش لاقية أي نتيجة خالص، مش لاقية أي نتيجة لتعبي. أنا كنت باتعب جدًا، كان بييجي عليَّ فترات باكون مش قادرة أصوّر، ولكن كنت باصوّر عشان أقول لو واحد بس بيتفرّج عليَّ عادي تمام ما عنديش مشكلة. ولكن أنا ممكن ساعات أنزّل الفيديو وما عنديش ولا واحد حتى اتفرّج عليه. فأنا كنت قررت إن أنا خلاص هاسيب اليوتيوب بما إن ما فيش حد مهتم بالمحتوى اللي أنا بانزّله، مع إن أنا شايفة إن المحتوى بتاعي حلو جدًا، أنا باحب المحتوى ده، فكنت واخداه كهواية إن أنا أعملها. ولكن برضه كنت عايزة الناس تشجعني، عايزة الناس تدعمني، ولكن أنا مش لاقية أي تشجيع على الفيديوهات اللي أنا باعملها، مش لاقية أي دعم، مش لاقية أي حد يقول لي مثلًا comment حلو. في مرة نزّلت فيديو واحدة كتبت لي comment حلو أوي عجبني جدًا. اتبسطت جدًا بالفيديو ده، ده اللي خلّاني أكمّل كمان. يعني أنا ما كنتش ناوية إن أنا أنزّل فيديوهات، الcomment ده من واحدة بجد شكرًا ليها.
بجد الفيديو ده عجبني جدًا. أنا فرحت لمّا شُفت الcomment ده، قُلت طَب ما في ناس مهتمة، في ناس متابعاني، في ناس، مع إني أنا جايبة 1000 مشترك يا جماعة في وقت ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، في وقت قصير جدًا، وأنا مهتمة. لمّا لقيت العدد بيزيد عندي في المشتركين، اهتميت أكتر وبقيت أنزّل أكتر، ولكن مش لاقية أي views وكده، فقُلت هُم مش مهتمين، طَب ليه مشتركين، طَب ليه مش عارفة إيه، فأنا عملت stop كده. أنا ما عُدتش هانزّل videos تاني. أنا قُلت كده حرفيًا، قُلت ما عُدتش هانزّل videos تاني، بإن ما فيش حد مهتم، مش لاقية مشاهدات على قد مثلًا، مش لاقية نتيجة على قد تعبي. أنا مثلًا ممكن النهارده كنت أصوّر فيديو مثلًا من الصبح أو حاجة، ولكن ما صوّرتش، مع إن النهارده ابتديت يوم جميل جدًا، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. ابتديت يوم جميل جدًا، و ولكن من كتر ما أنا مش لاقية نتيجة على تعبي، كنت المفروض إن أنا أصوّر النهارده فيديو هو حلو أوي واليوم ماشي كويس الحمد لله، بس عشان أنا ما كنتش لاقية نتيجة للفيديوهات اللي أنا بانزّلها، ولا نتيجة لأي تعب أنا بابذله، ولا أي مجهود أنا باعمله، مش لاقية أي نتيجة، فقُلت مش هاصوّر، مش هاعمل. فده اللي خلّاني أرجع لورا وآخُد قرار إن أنا إيه، أسيب اليوتيوب. مثلًا ممكن أكون خدت قرار خلاص إن أنا هاسيب اليوتيوب، ولكن أنزّل فيديو بعدها، اللي هو مثلًا أفتكر الcomment اللي كان مكتوب لي، فانزّل فيديو بعدها، ألاقي مثلًا إيه، يعني مثلًا كام مشاهد كده على الفيديو. قُلت طب ما ممكن يكون في ناس مهتمة، خلاص أنا هاكمّل. ولكن أنا باتعب جدًا في الفيديوهات، وده بيأثّر على دراستي. حسّيت إن أنا عُنت بأجّل دراستي شوية، وباميل للفيديوهات إن أنا أصوّر، علشان دي هوايتي أصلًا. يعني أنا واخدة التصوير ده كهواية، وتصوير الفلوجات دي كهواية، ولكن أنا مش لاقية أي نتيجة للفيديوهات دي، فكنت أخدت قرار إن أنا هابطّل يوتيوب. ولكن يا جماعة اللي خلّاني أرجع في القرار بتاعي، وأيوه أنا رجعت عن قرار إن أنا هاسيب اليوتيوب. اللي خلّاني أتراجع عن القرار اللي أنا أخدته، بجد حد شجّعني ووقف جنبي، قال لي: "ما تستسلميش يعني ما فيش حاجة بتيجي في يوم وليلة، واتعبي وربنا إن شاء الله هيكرمِك. اتعبي في الفيديوهات وكمّلي زي ما أنتِ شغّالة، وابدئي نزّلي برضه زي ما أنتِ كنتِ بتنزّلي في الأول، خلّي عندِك حماس أكنِّك لسه بادئة النهارده أول يوم في يوتيوب. خلّي عندِك حماس، خلّي عندِك طاقة، خلّي عندِك إيمان وصبر بالله، إن ربنا هيكرمني، وإن شاء الله فيديوهاتي هتنجح." أنا والله باحب الفيديوهات اللي أنا بانزّلها، أنا باحب المحتوى ده علشان كده عملته، ولكن قُلت الناس هتحبه، ولكن أنا لقيت إن عدد المشتركين ما شاء الله، ما شاء الله كويس يعني كبداية، فقُلت ممكن يحبوا المحتوى ده، فأنا هاكمّل فيه. ما لقيتش أي نتيجة، فاستغربت الصراحة. فده اللي كان خلّاني آخُد قرار إن أنا أسيب اليوتيوب. ولكن الشخص اللي واقف جنبي، والشخص اللي شجعني، والشخص اللي خلّى عندي صبر وإيمان، قال لي: "استني وكمّلي في طريقِك، ممكن ربنا يكرمِك." ومش عارفة إيه، "وجرّبي وحاولي وانجحي وإن شاء الله هتبقي حاجة كويسة." فده اللي خلّاني أكمّل. خلاص بعد ما كنت أخدت القرار يا جماعة، أخدت القرار خلاص، أنا مش هانزّل تاني خلاص. ده اللي خلّاني أتراجع عن القرار. الشخص ده بجد أنا متشكرة ليه جدًا. ده اللي خلّاني خلاص لغيت الفكرة من دماغي، أو خلّاني أتراجع عنها بنسبة 50%. حرفيًا يا جماعة من كتر ما أنا كنت واخدة القرار خلاص أنا هاسيبه يعني هاسيبه. لأ بجد الشخص ده وقف جنبي وخلّاني إن أنا إيه، أصبر، وخلّى إن أنا أنزّل videos، وقال لي اصبري ومش عارفة إيه، وبكرة إن أنتِ تنجحي وتبقي حاجة كويسة. بعد ما كنت خلاص يا جماعة والله بجد أنا خلاص أنا مش لاقية أي نتيجة لتعبي، مش لاقية أي حاجة، مش لاقية أي حد بيشجعني. بانزّل فيديوهات باحس إن أنا ممكن أنزّلها لنفسي، أخش أتفرّج عليها أنا مثلًا والّا إيه مش فاهمة. فده اللي خلّاني إن أنا قُلت خلاص أنا ما عُدتش هاصوّر فيديوهات، ممكن الناس ما تكونش متقبّلاني، الناس ممكن ما تكونش حابّاني. وأنتم لو مهتمين أصلًا بنوع الفيديوهات اللي أنا باعملها، ولو أنتم مش عارفين الفيديوهات اللي أنا باعملها أو المحتوى اللي أنا باعمله، وهو فلوجات يا جماعة، study with me،
نصايح للدراسة، إزاي تبقى مجتهد في دراستك، إزاي يبقى عندك طاقة إيجابية في اليوم وتعرف ترتّب وقتك. أنا محتوايا ده لإني أنا باحبه، ومن صغري وأنا باخش على يوتيوب أتفرّج على الناس اللي بتعمل الفيديوهات دي، فأنا كنت حابة المحتوى ده جدًا، جدًا، جدًا يا جماعة، فقُلت أنا هابقى أعمله. فلمّا عملته ممكن ما ألاقيش يعني تشجيع أوي، ما ألاقيش حد بيشجعني، ما ألاقيش حد بيقول لي comment حتى حلو، مش بالاقي. فده اللي كان خلّاني إن أنا خلاص قُلت وأخدت القرار يا جماعة، أخدته خلاص، إن أنا هاسيب اليوتيوب بعد ما كنت متحمسة ليه جدًا، وقُلت الناس ممكن تحب المحتوى ده لإنه أنا باحبه. أنا باحب المحتوى ده جدًا، فعشان كده من كتر حُبّي فيه، يعني أنا مش عاملاه كده وخلاص، لأ، عشان أنا باحب المحتوى ده وكهواية. أنا أصلًا من قبل ما أبتدي يوتيوب من وأنا صغيرة كنت دايمًا باحب الفيديوهات دي وأصورها وأسيبها عندي، بجد يا جماعة والله العظيم باحبها أوي. ف فده اللي خلّاني أبدأ من الأول. ولكن لمّا ما لقيتش حد بيشجعني، ما لقيتش حد بيكتب لي حتى comment حلو، ده اللي خلّاني أرجع وأقول خلاص أنا قررت إن أنا أسيب اليوتيوب. ولكن بجد أنا إن شاء الله الرجوع يا جماعة هيبقى perfect إن شاء الله، وهتبقى حاجة كويسة. وشكرًا طبعًا للشخص اللي وقف جنبي ودعمني وقال لي استني ونزّلي وشجعني بعد ما كنت فقدت الأمل وفقدت الشغف. أنا كان بييجي عليَّ أيام يا جماعة والله العظيم بابقى فاقدة الشغف مليون في المِيّة وكنت باصوّر برضه، بابقى تعبانة وكنت باصوّر كهواية. وقُلت مثلًا ممكن لمّا أنا أقوم أفِك عن نفسي شوية وأصوّر الفيديو ده، ممكن يكون حد زيي ويكون تعبان برضه، فيقوم إن هو يبتدي يومه يتشجّع لمّا يشوف الفيديو بتاعي. لإن أنا باحب أشجّع الناس إن هم يعملوا حاجات كويسة. مثلًا ممكن شخص يكون قاعد بscroll كده على يوتيوب، شاف الفيديو بتاعي يشوفه يلاقي فيه طاقة إيجابية، يلاقي فيه إن أنا باشجّعكم على المذاكرة وباقول لكم إزاي تنظّموا وقتكم، فيتشجّع ويقوم يذاكر برضه، أو يعمل الحاجة اللي أنا قُمت عملتها. بحيث إن أنا مثلًا كنت أنا تعبانة، فقُمت رتّبت يومي، عملت الto do list بتاعتي، رتّبت يومي. فممكن الشخص برضه يكون في شخص تعبان فاقد الشغف، لسه ما بدأش مذاكرة، لسه ما بدأش أي حاجة، فإن هو ممكن يشوف الفيديو بتاعي فيتشجّع ويقوم. فده كان هدفي من كل الفيديوز اللي أنا بانزّلها. فلمّا ما لقيتش يعني نتيجة على التعب اللي أنا كنت بابذله والمجهود اللي أنا كنت بابذله، وإن أنا أمنتج وإن أنا أصوّر، فقُلت مثلًا يمكن الناس مش متقبّلة المحتوى، مش متقبّلاني أنا، ده كان تفكيري. ولكن الشخص اللي يعني اتكلّم معايا وكده قال لي: "ما فيش حاجة هتيجي بالساهل، انتظمي زي ما كنتِ بتتكلّمي في الأول وزي ما كنتِ بتنزّلي فيديوهات الأول، فانتظمي وإن شاء الله، إن شاء الله يعني هتبقي حاجة كويسة والناس برضه هتعرفِك." فأنا زي ما كنت باقول لكم إن أنا مثلًا واحدة بدأت في فيديوهات، أنا قُلت خلاص المحتوى ده الناس بتحبه وأنا باحبه، فعشان كده عملته واخداه كهواية. هالاقي الناس تُعجب بالمحتوى ده، وفي ناس فعلًا لإن الفيديوهات اللي أنا كنت باشوفها بالاقي فيها ما شاء الله مشاهدات عالية جدًا. فقُلت طب ما كويس الناس بتحب المحتوى ده، فأنا هانزّله ودي هتكون فرصة ليّا. ولكن أنا ما لقيتش أي نتيجة خالص بجد يا جماعة، حرفيًا ما لقيتش أي نتيجة. فقُلت اشمعنى يعني مثلًا ممكن الناس ما تكونش متقبّلاني، ممكن الناس ما تكونش متقبّلة الفيديوهات اللي أنا باعملها. ولكن لمّا باشوف نفس المحتوى اللي أنا بانزّله عند مثلًا شخص تاني، بالاقي إن هو عليه إقبال، رغم إن أنا برضه باتعب في التصوير. أنا ما قُلتش أي حاجة، رغم إن أنا باتعب في التصوير، باتعب في المونتاج، باتعب في كل الكلام ده. فقُلت ليه الناس مش متقبّلاني، ليه الناس مثلًا ممكن ما تكونش متقبّلة المحتوى اللي أنا بانزّله. فده اللي خلّاني آخُد القرار إن أنا أسيب اليوتيوب وما عُدتش أنزّل عليه فيديوز تاني. ولكن الشخص اللي كلّمني والله بجد أنا ممتنة ليه جدًا، إن هو كان بيقف جنبي في حاجة صعبة زي دي. وأنا كنت الفترة اللي أخدت فيها القرار دي فاقدة الشغف، كنت تعبانة بجد، فقدت الشغف. قُلت خلاص ما دام أنا مش لاقية نتيجة، مش لاقية أي تقدير مثلًا لتعبي أو أي حاجة، فأنا خلاص ما عُدتش هاصوّر، ما عُدتش هانزّل. مع إن دي كانت هواية أنا ما كنتش عايزة أسيبها بالساهل كده يا جماعة بجد. فكان في أسباب مقنعة فعلًا إن أنا قُلت لكم عليها، إن أنا مثلًا مش لاقية داعم، مش لاقية تقدير مثلًا لمجهودي، مش لاقية نتيجة لمجهودي، ومش لاقية نتيجة لتعبي. زي ما باقول لكم والله يا جماعة بابقى في أيام تعبانة وباقوم أصوّر لمثلًا إيه، ممكن يكون شخص تعبان زيي فشافني إن أنا تعبانة
قُمت أنظّم وقتي، أنظّم وأعمل في الTo do list فيعمل زيي ويتشجّع فيقوم زيي، فده كان القصد بتاعي. بس بقى عشان ما أطوّلش عليكم، فده كان قصدي من القرار أو ده كان سببي من القرار اللي أنا كنت أخدته، بس إن شاء الله، إن شاء الله يا جماعة الرجعة أو الرجوع ممتع جدًا واستنوني، ولو أنتم بتشوفوا الفيديو ده ما تنسوش تشتركوا في القناة وتقولوا لي إن إحنا أو إن أنتم بتدعموني علشان أنزّل فيديوهات أكتر وأكتر، وعلشان ما أرجعش في القرار تاني، لإن أنا حابة محتوايا وحابة الحاجة اللي أنا باعملها، وسلام.